بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله أن مواضيع البكالوريا هذه السنة كانت في متناول الجميع، خاصة كل من كد واجتهد. الحمد لله. نبدأ في التصحيح. التمرين الأول، الموضوع الأول. إذا السؤال الأول تمرين استرجاع معارف. سمي التسجيلين المتوقع الحصول عليهما في أجهزة ألف وباء. أبنائي، ما دام موجود عصبون تثبيطي، إذا التسجيل في ألف هو عبارة عن PPSE. يمكن أن نقول فرط في الاستقطاب، يمكن أن نقول كمون بعد مشبكي تثبيطي. التسجيل في باء، لاحظوا ما دام موجود عصبون تنبيهي، إذا التسجيل المتوقع الحصول عليه هو PPSE أو كمون بعد مشبكي تنبيهي أو زوال استقطاب بعد مشبكي. البروتينات الآن الغشائية، البروتين الغشائي بعد مشبكي المسؤول عن كل تسجيل. إذا البروتين الغشائي هو يتمثل في القناة الكيميائية لشوارد CL ناقص. ممكن يشير التلميذ مستقبل قنوي، بشرط لازم يشير أن القناة خاصة بشوارد CL ناقص. البروتين الغشائي المسؤول عن التسجيل في باء اللي هو PPSE هو عبارة عن القنوات الكيميائية لشوارد الNA زايد. ممكن أن يشير أيضا التلميذ مستقبل قنوي، ولكن الفرق بين المستقبل القنوي المسؤول عن التسجيل في ألف والمستقبل القنوي المسؤول عن التسجيل في باء هو القناة الكيميائية. لذلك يركز التلميذ على القناة الكيميائية الخاصة بشوارد CL ناقص المسؤولة على التسجيل في PPSE، والقناة الكيميائية المسؤولة على تسجيل PPSE المتواجدة أكيد ضمن المستقبل القنوي. الآن النص العلمي يتضمن مشكلتين. المشكلة الأولى هي دور ذكر البروتينات، مختلف البروتينات الغشائية المؤثرة في عمل المشابك وتأثير التوكسين الكزازي على ذلك. إذا أبنائي، المقدمة حر التلميذ يكتب كما يشاء. ممكن على المجال والوحدة تلعب البروتينات دور أساسي في الاتصال العصبي خاصة المشابك، ويطرح المشكل. يشير إلى أن وجود جزيئات ومواد يمكن أن تحدث خلل في عمل المشابك مثل جزيئات التوكسين الكزاز، فكيف تؤثر هذه الجزيئات؟ إذا أبنائي، يجب أن يتضمن العرض 4 عناصر. العنصر الأول دور البروتينات في عمل المشبك المثبط. أكيد تلميذ يذكر خاصة قناة الفولتية للكالسيوم في الغشاء قبل، والقنوات الكيميائية ضمن المستقبلات الخاصة أكيد بشوارد الكلور العمل المشبك المثبط. العنصر الثاني يجب أن يتعرض التلميذ لدور البروتينات في عمل المشبك المنبه، ويجب أيضا أن يتعرض التلميذ إلى ظاهرة الإدماج العصبي وكيف يتم التنسيق على مستوى العضوية. إذن كيف؟ لاحظوا جيدا أن العصبون بعد مشبكي وهو العصبون المحرك تلقى رسالتين، رسالة تثبيطية ورسالة تنبيهية. وفي بداية المحور الأسطواني أو القطعة الابتدائية وضع لنا إكس واكتب استرخاء، يعني رسالة منبهة لم تنتقل إلى العضلة ولم تتقلص. معناتها أن العصبون المحرك تلقى رسالة منبهة وتلقى رسالة مثبطة، والاستجابة هو تثبيط انتقال الرسالة إلى العضلة ما أدى إلى استرخائها. إذن هنا يشرح التلميذ الإدماج العصبي. هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع يستغل التلميذ هذا الرسم ليشرح آلية تأثير توكسين الكزاز، ولاحظوا جيدا يشرح جيدا في النص العلمي كيف يؤثر هذا السم العصبي. إذن توكسين الكزاز يؤثر على الغشاء قبل مشبكي للعصبون التثبيطي، ما يمنع هجرة والتصاق وتحرير
المبلغ العصبي المثبط أو التثبيطي في الشق المشبكي، فيعمل سم الكزاز على تثبيط نشاط المشبك المثبط، ما يسمح باستمرار تنشيط العصبون المحرك تحت تأثير المشبك المنبه، وبالتالي استمرار تقلص العضلة أو ما يعرف بالكزاز. الخاتمة هي استنتاج أو إجابة مختصرة المشكلتين المطروحتين في السؤال. التمرين الثاني يدرس تأثير بعض العوامل والمثبطات على عملية تركيب البروتين، وكيف تستغل هذه المثبطات في علاج بعض الأمراض. الجزء الأول يعرض لنا مرض الملاريا الذي يسببه الطفيلي بلازموديوم الذي يستهدف الكريات الحمراء. إذا قصد معرفة آلية تأثير دواء العام 1901 عرضت الوثيقة 1 بشكلين، الشكل ألف والشكل باء. المطلوب السؤال الأول قارن بين النتائج التجريبية الموضحة في الشكل ألف. المقارنة أبنائي تتضمن أوجه التشابه أوجه الاختلاف. إذن شكل ألف يترجم قياس معدل الطفيليات في الدم بعد الإصابة دون علاج وفي حالة علاج بدواء عام 1901. أو ممكن أن يقول التلميذ أن شكل ألف يمثل أعمدة بيانية لتطور معدل الطفيليات بوجود العلاج وبدون علاج. أوجه التشابه واضحة. في بداية العلاج في اليوم الثالث يكون تشابه في معدل الطفيليات، تشابه سواء بتوفر العلاج أو بدون علاج. بعد ذلك نلاحظ تناقص معدل الطفيليات عند توفر العلاج لينعدم في اليوم السابع، بينما الزيادة في معدل الطفيليات مع الزمن ليبلغ أقصى قيمة له تقدر مثلا ب100 وحدة في اليوم السابع. نستنتج أن العلاج يثبط تكاثر طفيليات الملاريا. السؤال الثاني حل المنحنيات الشكل باء من الوثيقة 1. إذن الشكل باء يمثل تطور نسبة حدوث مراحل تركيب البروتين في تراكيز متزايدة من الدواء. إذن نلاحظ أن الاستنساخ ثابت مع الزمن رغم زيادة تركيز الدواء العام 1901، بينما الترجمة فالتراكيز ضعيفة من 0 إلى 2 مستقرة عند 100%، فالتراكيز من 2 إلى 5 تتناقص إلى أن تنعدم. نستنتج أن الدواء يثبط عملية الترجمة، بينما الدواء لا يؤثر على عملية فهم آلية تأثير دواء عام 1901. نقدم المعطيات التالية. طبعا المعطيات ممثلة في الوثيقتين 2 و3، وطلب أو المطلوب تبرير أهمية استعمال الدواء باستغلال معطيات الوثيقة 2 والوثيقة 3 ومعلوماتك. نبدأ باستغلال الوثيقة 2 التي تمثل نسبة تشكل معقد الRNT ثيريوزين، الحمض الأميني الثيريوزين، بدلالة تركيز الدواء عند كل من الإنسان وعند الطفيلي بلازموديوم. نلاحظ أن نسبة تشكل المعقد الRNT الحمض الأميني الثيريوزين مرتفعة وثابتة 100% عند الإنسان، بينما طبعا في غياب الدواء تكون أيضا النسبة مرتفعة عند الطفيلي، لكن بزيادة تركيز الدواء تناقص تدريجي في نسبة تشكل المعقد إلى أن ينعدم في التركيز 3 وحدة. نستنتج أن الدواء يؤثر على نسبة تشكل المعقد الRNT ثيريوزين، يثبط تشكل المعقد عند الطفيلي ولا يؤثر على نسبة تشكل المعقد عند الإنسان، أي تأثير الدواء نوعي، يعني يكون خاص بطفيلي الملاريا ولا يخص التأثير على الإنسان. الآن الوثيقة 3
الوثيقة 3 التي تمثل نمذجة تفسيرية لعمل إنزيم التنشيط عند الطفيلي في غياب ووجود دواء الآم آل 901. إذا نلاحظ في غياب الدواء تم تنشيط الحمض الأميني. إذا إنزيم التنشيط يحتوي على 3 مواقع تشمل الموقع الفعال للإنزيم. إذا يتثبت الحمض الأميني ثيريوزين بالموقع الخاص، ويتثبت الATP بموقعه الخاص للإنزيم. يتشكل معقد وسيط AMP ثيريوزين، وتتحرر البيروفوسفات. يتثبت بعد ذلك الحمض النووي الريبي الRNT بموقعه الخاص، ويتشكل معقد RNT ثيريوزين، ويتحرر الAMP حمض الAMP اللي هو الأدينوزين أحادي الفوسفات. ثم يتحرر الناتج وهو عبارة عن الRNT حمض أميني ثيريوزين يسترجع الإنزيم شكله الأصلي في نهاية التفاعل. في وجود الدواء الآن، إذا نلاحظ من المفتاح أن جزيئة الدواء وجزيئة الATP يملكان طرف أو لهما بنية تتشابه أو بنية متشابهة. إذا نهاية الدواء تشبه نهاية بنية الATP. لذلك حدث تنافس بين مادة التفاعل الATP والدواء على موقع الفعال الخاص بالATP. لذلك يتثبت الدواء في الموقع تثبيت الخاص بالATP، ما يؤدي إلى تحرير الRNT وعدم استقراره وتثبيته بموقعه الخاص، ولا تتشكل رابطة طاقوية بين الحمض الأميني والRNT، وبالتالي لا يتم تنشيط الحمض الأميني. نستنتج أن الدواء يمارس أو يثبط تشكل المعقد الRNT ثيريوزين. إنه التثبيط التنافسي. الآن التركيب وهو الجواب على السؤال: أهمية استعمال الدواء تتمثل في تثبيط تكاثر طفيلي الملاريا عن طريق تثبيط عملية تركيب البروتين، وذلك بتثبيط عملية الترجمة عن طريق تثبيط عمل أو ما يسمى بالتثبيط التنافسي لعمل إنزيم التنشيط، ولا يؤثر على عملية تركيب البروتين عند الإنسان، وهذا راجع للتأثير النوعي للدواء، إذ يؤثر على إنزيم التنشيط لطفيل الملاريا ولا يؤثر على إنزيم التنشيط للإنسان.